بالنسبة لكلمة حتى سلفي أو كذا زي، أنا معك، أنا ما بحب أسمي هذه المصطلحات. لكن الفكرة في عندك ناس يا علي، جاوبني على سؤالي يا علي. يا أخي ما سموا، لكن الفكرة إنه ما هذا سؤالي يا أخي، سؤالي إحنا ليش مطلوب مني أنا وإنت اليوم نسمي أنفسنا باسم غير الذي أنزله الله من السماء؟ ليش؟ تفضل. أنا معك في هذه النقطة، إذا أنت ليش معترض علي يا أخي؟ سبحان الله، ماذا تريد؟ أنا معترض إنك بتقرب بين مصطلحات، مثلا بتحاول تدخل ناس أصلا هم يعني في منهم ناس خرجوا من الإسلام. يعني أنت بتنكر في الشيعة، ما فيش ناس منهم بيرتكب أي كفر، تنكر يعني هذا الشيء. شوف، أنت خرج اللي بدك إياه ودخل اللي بدك إياه، إحنا نلتزم بحديث النبي. ماذا هو حديث النبي؟ قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلة. ما هذا ليست الكل، أنت لازم تجمع نصوص كاملة. انت بتاخذ بس نص كامل، انت تاتي زي عدنان ابراهيم لا اجمع، تفضل اعطيني. هل عندك نص اخر يعني يخالف فهمنا عن الحديث؟ عندي هسه العبد وسيدنا علي، شو وضعهم هذول؟ ما في عندك ناس هسه عبد سيدنا علي؟ يا اخوي اعطيني نص، مش قلت لك عندي؟ مش قلت عندي؟ تفضل اعطيني نص. لا اله الا الله يا اخي، نص على عباده غير الله يا اخي، هذه مش نص، هذه ما فيها نص في القران ولا النبي. هذا نص؟ هذا كلامك نص؟ لا بعطيك من القران. اعطيني نص يخالف الحديث الذي قلته لك. نعم، ولا يشرك بعباده ربه احدا، قل غير الله يتخذ وليا. استغفر الله العظيم. اعطيني نص واضح يا علي. تريد أن تكفر المسلمين؟ نعم، وأنت لا تعرف القرآن والسنة؟ لا أعطيني نص واضح. أنا ما كفرت ناس، كفرت طائفة كاملة. الله يا هاني. لا ما قلت لا شوف تجزئ. ما قلت كلهم، لا تلبس لا دائرة. منو حط هاي الدائرة اللي تقول عليها خرجوا من الدائرة؟ يا دائرة هاي، يا هو دائرة. مش كلهم يا أخي، مش كلهم خرجوا. والله أنا شايف يا أخي هذا جاي يجادل وما عنده للأسف. كمان أنت بتنكر أقسام التوحيد، كمان أنت بتنكر أقسام التوحيد. محمد لو سمحت أقسام التوحيد أنت تثبتها؟ خليك. نعم بثبتها وعندي أدلة فيها كمان. يا علي شوف يا علي، أقسام التوحيد أبو مشعل راح يورجيك الشغل. ما هو أي واحد بيجادلك وبقيم عليك الحجة بتنزله دايركت. ليش؟ يا علي اسمح لي انت كم عمرك؟ موضوع ما بنزله. تفضل. نعم. هسه بالنسبة لأقسام التوحيد، أنت هذيك المرة بتنزل، طلعت مع واحد وطاك سوي حتى ما أعطاك ولا آية، ولا كان بإمكانه أعطاك آية وسكتك على السريع. آيات في سورة العنكبوت، في سورة الزمر، وفي سورة يا أخي بجوز أكثر من 6 مواضع. ولئن سألتهم هذا إقرار كله. لكن الفكرة إنه مش كله. أنا أسألك خلينا نكمل يا أخي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول كمل الآية. أنت يا أخي أنت ما أنت حتى جامع الآية، كمل الآية. نعم. ولئن في سورة الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وفي سورة الله نعم، هاي الكلمات إذا يعني إذا اللهم صل على محمد، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، هاي الآيات. الله والرب، يعني هذا المصطلح. صلي على محمد زي الناس. يعني الله تجمع الرب والإله، أليس كذلك؟ إذا كلامي واضح، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا في المعنى. كيف ابن تيمية قال أنهم موحدين مؤمنين مقرين ربوبية مشركين ألوهية؟ هم قالوا الله، ما قالوا الرب. ما قالوا ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الرب، قالوا الله. والله جبرا تجمع الرب الإله. إذا موحدين ربوبية ألوهية، ما أشركوا في شيء. مش ادعوا لنا يا أخي. أنا ما مناقشك أنت، أنا مناقش التسوف مع الدكتور. مين أنت أصلا؟ مش عارفك. أنا شيخ الإسلام. ادعوا لنا. أنا ما بسولف. شيخ الإسلام. ما بسولف معك. مين اسمع يا علي. لا يا علي انتبه، تأدب. هذا شيخ الإسلام.